مواجهه مودرن سبورت يوم الخميس هيبقى الساعه 9، والتشكيل اللي انا هقوله لك ده لو الزمالك لعب بيه هتتفرج على كوره، تتفرج على متعه، تتفرج على اهداف. ولو المدرب ما لعبش بالتشكيل ده يبقى المدرب ده محتاج مدرب يدربه، ولكن بنسبه 90% هيلعب بالتشكيل ده. فلو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا بينا. ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا يلا بينا. وطبعا عندنا في حراسه المرمى واللي ماشي كويس لحد دلوقتي مع يانيك فريرا هو محمد صبحي. محمد صبحي حارس صغير بس لحد دلوقتي كده مع يانيك فريرا ماشي وعامل مستوى كويس، مفيش اخطاء، لعب ماتشين طلع من الماتشين بشباك نظيفه، فهنقول محمد صبحي هيكون حارس اساسي. نروح بقى للقلب الدفاع. قلب الدفاع لحد دلوقتي منسجمين مع بعض وما دخلش فيهم برضه لحد دلوقتي ولا هدف، وقلب الدفاع بيتحسب لو الهدف دخل بيبقى اقول لك قلب الدفاع دخل فيه كذا كذا كذا، لكن قلب الدفاع لحد دلوقتي ما دخلش فيه ولا هدف، وهم الونش وحسام عبد المجيد هيكونوا اساسيين في المباراه الجايه قدام مودرن سبورت. ولو لعب بالتشكيل اللي انا اقول لك عليه ده، لو المدرب عمل التشكيل اللي انا اقول لك عليه ده ولعب بيه لا هيفرق معاه مودرن سبورت ولا مودرن توين. فنروح بقى للازهر، والازهر في نادي الزمالك عندهم بنتايج بيلعب ظهير شمال وعندهم عمر جابر بيلعب ظهير يمين، فبنتايج اساسي بمستويات مميزه جدا جدا جدا، بنتايج ظهير عصري، ظهير تحس كده بيطلع حلاوه مع الخط. فطبعا بنتايج اساسي، وعمر جابر مفيش بديل ليه، فهو اساسي في كل ماتش من غير يعني مثلا في النادي الاهلي تلاقي محمد هاني مفيش بديل ليه، فهو عمر جابر برضه في الزمالك مفيش بديل ليه وهو اساسي في كل مباراه. فهنروح بقى التغيير اللي حصل لنادي الزمالك بقى، حصل في خط النص وهو ده اللي هيفرق مع نادي الزمالك. التغيير بقى اللي هيحصل ان هيكون شحاته اساسي بس هيكون لوحده ورا في مركز الديفندر خط وسط مدافع، هيكون شحاته لوحده، فده اللي هيدي حريه لشحاته يلعب براحته ورا، يدافع براحته، يهاجم براحته، مش هيكون معاه دونجا بيزعجه ورا، فهيكون دونجا لانه مصاب هتلاقيه رجع في مباراه مودرن سبورت، لو رجع هيبقى 90% على الدكه، لو رجع يعني ممكن ما يرجعش، بس لو رجع هيكون على الدكه قدام مودرن سبورت، فشحاته هيكون خط وسط مدافع. هنروح بقى لمركز 8. مركز 8 فيه عبد الله السعيد، بس انا نفسي اشوف في مركز 8 ادم كايد لاعب مميز، لاعب الكره في رجله كده خفيفه، لاعب نفسي اشوفه، لان خط وسط الزمالك لو لعبت بالثلاثي اللي انا هقوله لك ده هيكون لاعيبه لسه صغيره وهتيجي للزمالك في المباراه اللي ممكن تديك لاخر المباراه، فانت هتلاعب عبد الله السعيد، لا عبد الله السعيد هيلعب اساسي كده كده، يعني انا بقول لك نفسي ادم كايد هو اللي يلعب في مركز 8، لان ادم كايد تحس لاعب مميز، لاعب بيديك سرعات، بيديك بساط كويسه، بيديك رفاهيات كويسه، فهو اللي هيفيدك في المركز ده. عبد الله السعيد طبعا اداؤه كويس، بس انا بقول لك نفسي اشوف لعيبه كلها صغير. عبد الله السعيد سنه صغير عنده 40 سنه، بس اللي هيبدا اساسي هيكون عبد الله السعيد. نروح بقى لمركز 10 وهو اللي حصل لخبطه المباراه اللي فاتت، شفت في خط النص تحس ان في قطعه ناقصه، والقطعه الناقصه دي كان مين؟ كان ناصر ماهر هو اللي كان القطعه الناقصه في المباراه لانه لعبه جناح. ناصر ماهر لما بيلعب في مركز 10 بيديك كل اللي عنده، بيديك كره هجوميه، كره دفاعيه، يديك سرعات، يديك بساط، بص بيعمل حلويات في مركز 10. ما بيعرفش يلعب الا في مركز 10، تلعبه جناح يمين، تلعبه جناح شمال، تلعبه مهاجم، ما بيعرفش يلعب الا في مركز 10 وبيجيد في مركز 10. يعني انت دلوقتي عندك لاعب بيرجع بمركز 10 لما بتلعبه بتلاقي الفريق كله بيعرف يهاجم، بيعرف يدافع، بيعرف يعمل التحولات، تروح تلعبه جناح انت بتخسره. فانا من رايي هو هيلعب اساسي بعد رجوع خوان الفينا لنادي، بعد ما جه لنادي الزمالك يعني خوان الفينا ولعب، وان شاء الله يكون اساسي كده. قلنا في مركز 10 يكون ناصر ماهر. نروح بقى للجناح اليمين، واللاعب اللي نزل من الدقيقه 70 او من الدقيقه 65 المباراه اللي فاتت قدام المقاولين عمل اداء كويس جدا جدا، وهو خوان الفينا. اول ما نزل واول لمسه ليه مرقص 3 لعيبه والرابعه كانت في الجون والحارس صدها، انت متخيل؟ تحس ان هو لاعب كده عنده شغف عايز يديك، ولاعب بيعارك على اي كوره، ولاعب تحس ان هو لاعب كده بيعمل، ولمسته حلوه، لمسته برازيليه فعلا. وبعد اللي شفناه من خوان الفينا في اخر المباراه اللي فاتت قدام المقاولين طبعا هيلعب اساسي، بس انا بقول لك اي مدافع هيخش عليه بعد كده في المباريات الجايه هيكون عامل حسابه ان هو هيتبهدل، فانت يا تاخد الكوره يا هتتبهدل، لان اللاعب ده بيمرقص بطريقه جامده جدا جدا، بيعرف يعدي 1 على 1 او 2 على 1 اصلا، يعني لاعب فعلا جناح شمال او جناح يمين بالمعنى الحرفي، فهو هيكون اساسي في المباراه الجايه قدام مودرن سبورت. نروح بقى للجناح الشمال، والجناح الشمال اللي حصل فيه مشكله المباراه اللي فاتت قدام المقاولين. ايه بقى المشكله اللي حصلت في المباراه اللي فاتت قدام المقاولين؟ ان شيكو بنزا استبعد بسبب سلوكه، مش لسه هنحكي القصه دي كلها، لكن استبعد من المباراه، كله قال يعني طلعوا قالوا ان عنده شد عضل وعنده كذا كذا كذا، لكن اللاعب
استبعد منه المباراه بقرار تاديبي من المدير الكره اللي اسمه عبد الناصر في نادي الزمالك. فده قرار كان تاديبي بسبب سلوك اللاعب، فقلنا اللاعب هيرجع لمباراه مودرن سبورت بس هيكون اساسي، يعني بنسبه 90% اساسي، بنسبه 90% اساسي. طب لو مش بنسبه 90% اساسي، مين اللي هيلعب مكانه؟ ادم كايد. لو ما لعبش شيكو بنزا اساسي في المباراه يكون ادم كايد، لكن انا بقول لك بنسبه 90% شيكو بنزا هيلعب لانه ما عندوش اي اصابات ولاعب جاهز. الاستبعاد اللي فات ده كله كان قرصه ودن بس للاعب، لكن هيرجع للتشكيل الاساسي وهيكون اساسي. فكده في الجناح الشمال هيكون شيكو بنزا في نادي الزمالك قدام نادي مودرن سبورت. طبعا خلصنا كله وناقص راس الحربه، وراس الحربه في نادي الزمالك عندنا حوالي 5 لعيبه، عندنا احمد شريف، وعندنا عدي الدباغ، عندنا عمرو ناصر، عندنا ناصر منسي، عندنا سيف الدين الجزيري. لكن في وسط ده كله ما يشغلناش، في وسط ده كله عندك عدي الدباغ. عدي الدباغ ده يا جماعه انا استغربته، ولا طلعوا المباراه اللي فاتت، يعني المفروض ده لاعب لاعب جاي لك جاهز، لاعب لا تعب ولا اي حاجه، راح منزل مكانه ناصر منسي. ناصر منسي مش وحش، لكن مباراه زي دي وانت عندك ده المهاجم الاساسي ده يديك لحد الدقيقه 100، لاعب ولا تعب ولا اي حاجه، وبيخش على المدافع ده والمدافع ده وبيعارك على الكوره، فانت مش عارف ازاي طلعته. يعني ده قرار كان غلط. مش المدرب المباراه اللي فاتت بعد المباراه على طول حصل له وعكه صحيه وراح المستشفى، اصاب له الضغط ده كله، فانا حاسس ان المدرب ده كان تعبان قبل المباراه، فعمل غلطات كتير قوي في التشكيله خلت الزمالك يتعادل قدام المقاولين العرب في مباراه كانت سهله جدا جدا للزمالك، بس بسبب المدرب المباراه دي نادي الزمالك اتعادل فيها. انا بقول لك كده عدي الدباغ هيكون اساسي قدام نادي مودرن سبورت. فانت شايف التشكيله دي اساسيه؟ التشكيله دي اللي هتكون الاساسيه في المباراه الجايه ولا لا؟ لو عندك تشكيله ثانيه اكتبها في التعليقات. نيجي بقى لاخر حاجه وهو توقعاتي للمباراه. انا مش هفضل اقول لك توقعات واهداف والكلام ده كله، لا، المباراه دي هتكون لنادي الزمالك بفرق سكور لو لعب بالتشكيل اللي انا قلت لك عليها دي. لو المدرب لعب بالتشكيله اللي قلت لك عليها دي هيبقى في مباراه جامده جدا لجمهور نادي الزمالك، هيشوفوا اهداف كتيره جدا، هيشوفوا كوره حلوه جدا وهيكسبوا المباراه دي. فلحد هنا خلصنا الحلقه. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وما تنساش الاشتراك في القناه. السلام عليكم.